هذه هي البسبوسة اللي غادي تبقاي دائمًا كتصاوبيها وكتعاوديها المرة الأولى والثانية كتجي معلكة وزوينة لون ومذاق وكتجي مشربة، وإلا جربتيها غادي تبقاي تدعي معايا، تبعي معايا الوصفة من الأول حتى الآخر. أنا غادي نقطع لك باش تشوفي اللون ديالها والطراوة، وغادي نعطيك كاع الأسرار باش تجيك زوينة وتجيك لذيذة ونفس الوقت كتجي ناجحة من أول تجربة، حتى إلا ما كانش كتصدق لك البسبوسة تبعي معايا. أول حاجة غادي ناخد الكاس ديال العصارة، غندير فيه 2 بيضات، شوية ديال الملح، كيس من السكر الفاني، نص كاس ديال السكر أو سنيدة، كاس لاروب ديال الزيت غادي نخويه هنا في الكاس، وغادي نزيد نص كاس ديال الحليب هنا من الأول، وغادي نزيد نص كاس عصير برتقال، ونص كاس ديال الكوك. الكوك يكون ميدم باش تحصلي على نتيجة زوينة وتجيك البسبوسة فيها المذاق بنين. غادي نكبو في الكاس ديال العصارة، خديت أنا ليمونة أو برتقالة حكيتها وخديت القشرة ديالها، وكاس ونص من السميدة الزوينة، السميدة الصفرا، وجوج كما شفتوا جوج أكياس من الخميرة ديال الحلويات، ومعلقة ديال الدقيق. هاد المكونات كاملين غادي نطحنوا، ولكن باقي غادي نزيدوا مكون اخر اللي غادي يعطينا واحد الطراوه وغتجينا البسبوسه زوينه ولذيذه. شوفوا غادي نطحن مزيان، غادي يبان لكم الخليط بحال يبدا كيتقال، حيت هاد البسبوسه بغيتها تكون شويه خفيفه. غادي نزيد 4 كاس ديال الحليب بارد، حراره ديال المطبخ صافي، ونطحن. الا جاتكم ثقيله راه غتجيكم البسبوسه مدقصه. ضروري ديروا هاد المرحله، والكوكي ما يكونش كيشرب، البسبوسه باش تجي طريه وزوينه ضروري تبعوا هاد المراحل باش تجيكم بنينه. خديت انا الطبسي اللي كيدخل الفران، دهنته بشويه ديال الزبده، غادي ندير ليه واحد شويه ديال السميده رقيقه، غادي نفندو صافي، وغادي نكب الخليط. شوفوا راه الكبه غيبان لكم كما شفتوا معايا ماشي ثقيل باش تجيكم نتيجه زوينه. هنايا في هذه المرحله غنقادها مزيان ونسطحها، غادي ندخلها كطيب من الاسفل. غادي نوجد انا واحد السيرو في كاس الماء، نص كاس ديال السكر، وقشور ديال البرتقال. كلشي غادي نطلع فيه الغليه واحد 2 دقائق حتى ل3، وغادي نصفي باش نتخلص من هذوك القشور. البسبوسه غادي تكون سخونه والسيرو بارد، راه معروفه هاد القضيه. غادي نسقيها، عير سقيوها، هي اصلا هاد البسبوسه كتجي كتحمق وبنينه وزوينه. غادي نخليها حتى كتشرب ليا السيرو. ودرت انا شويه ديال الكوفيتير، ديروا الكوك، كاوكاو، اللوز ايفيلي اللي عندكم. شوفي هي صراحه كيتواتى معاها غير الكوك. انا متاكده بلي غادي تجربي هاد البسبوسه غتبقاي تشكري وتعاودي، وانا متاكده بلي غادي يذوقوها ضيافك، راه ما غادي يخرجوا حتى ياخذ المقادير، غادي ياخذوهم وغادي يشكروا ويعاودوا. كتجي لذيذه وزوينه وشاربه، جربيها وردي عليا.